ليه في ناس أذكياء جدا بتدمر نفسها ماليا؟ وليه أحيانا أسوأ القرارات بتكون ناتجة عن أفضل النوايا؟ في الجزء ده بنتكلم عن 3 أفكار مختلفة لكن مرتبطة ببعض. إزاي علم النفس ممكن يتحكم في قراراتنا بدون ما نحس؟ وليه الحرية أهم من الفلوس نفسها؟ وأخيرا، ليه الرفاهية الزايدة ممكن يكون فخ؟ ولو النوع ده من المحتوى بيساعدك تفكر بشكل مختلف، اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك باقي السلسلة. في بداية السبعينات أثناء حرب فيتنام حصل اكتشاف صادم. بعض الجنود الأمريكان كانوا مدمنين على الهيروين، نسبة كبيرة جدا لدرجة إن الموضوع بقى أزمة. الكل كان متوقع إنهم لما يرجعوا لأمريكا هيكملوا الإدمان، لكن المفاجأة معظمهم توقف. ببساطة لأن البيئة اتغيرت. في الحرب ضغط، خوف، توتر، فالإدمان كان وسيلة للهروب، لكن لما رجعوا لحياة طبيعية السبب اختفى. الفكرة هنا خطيرة جدا. قراراتنا مش دايما نابعة من شخصيتنا، لكن من الظروف اللي حوالينا. وده ينطبق على المال. ممكن تندفع وتشتري حاجات مش محتاجها، مش لأنك شخص متهور، لكن لأنك في بيئة بتدفعك لكده. إعلانات، سوشيال ميديا، مقارنة بالناس. خلينا نسألك سؤال بسيط. ليه الناس عايزة فلوس؟ وقف الفيديو وجاوب على السؤال في التعليقات. الإجابة السريعة: عشان تعيش كويس. لكن لو فكرت شوية أعمق هتلاقي الإجابة الحقيقية هي التحكم في وقتك. إنك تصحى الصبح وتقرر تعمل إيه، تشتغل مع مين أو ما تشتغلش أصلاً. دي أقوى ميزة في المال. مش السيارة الفخمة، مش الموبايل الجديد، لكن الحرية. في ناس كتير بتصرف كل دخلها عشان تبان ناجحة، لكن في الحقيقة هي مربوطة أكتر من أي وقت. وفي ناس تانية عايشة بشكل أبسط، لكن عندها حرية أكبر بكتير. الفرق: واحد بيشتري مظاهر والتاني بيشتري وقت. خلينا نحكي سيناريو متكرر جدا. شخص يبدأ يشتغل، دخله يزيد شوية، فيقرر يطور أسلوب حياته. شقة أحسن، موبايل أغلى، مصروفات أعلى. كل مرة الدخل يزيد المصاريف تزيد معاه، لحد ما فجأة يلاقي نفسه محتاج نفس الدخل ده عشان يعيش طبيعي. وده اسمه لايف ستايل انفليشن، أو تضخم نمط الحياة. المشكلة هنا مش إنك تحسن حياتك، المشكلة إنك تربط نفسك بمستوى مصاريف صعب ترجع منه، فتفقد أهم حاجة: الحرية. المال مش مجرد حسابات، هو لعبة نفسية. البيئة بتأثر عليك أكتر مما تتخيل، والحرية أهم من أي مظهر. وأكبر خطر مش إنك ما تكسبش، لكن إنك تتعود على مستوى مصاريف يقيدك. اسأل نفسك: هل أنا بصرف عشان أنا فعلا محتاج، ولا عشان أحس إني زي غيري؟ هل فلوسي بتقربني من الحرية، ولا بتربطني أكتر؟ جرب تعمل حاجة بسيطة. مش كل مرة دخلك يزيد تزود مصاريفك، سيب مساحة للادخار وللاختيار. لو وصلت لحد هنا فغالبا الموضوع فعلا مهم بالنسبة لك، فما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك عشان نكمل الرحلة دي سوا. في النهاية، أغنى شخص مش هو اللي عنده أكبر رصيد. أغنى شخص هو اللي يقدر يقول: أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه.